يلا بينا نعمل ابل باي اقتصادي طعمه بجد جبار. معايا هنا تفاحتين قطعتهم شرايح، وبعد كده حطيت عليهم معلقتين من السكر ورشه كمان من القرفه. هبدا بقى اقلب كده كله مع بعضه، وهجيب الصاجه بتاعتي او الصينيه واحط عليها ورق زبده، وهدهن ورقه الزبده زبده كمان. معايا هنا الخليط بتاعي ده اللي انا هدهن بيه الورق بتاعي. معايا الخليط ده عباره عن كوبايه زبادي صغيره، حطيت عليهم معلقتين من الزبده كبار، وحطيت عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر. اي ست شاطره طبعا عمرها ما هترمي بواقي الورق الجلاش طبعا. انا بصراحه شلته وطلعته استخدمته بقى في الوصفه دي. هبدا كده اجيب بالفرشه بتاعتي ادهن الورق بتاعتي كلها بالشكل ده، ولازم تدهني كويس لان الخليط دوت بيساعد على التوريق، بيخلي طعمه بجد تحفه، وبيخليها كده هشه كده ورقيقه تحفه بجد. هبدا كده الف بالشكل دوت واحط في الصاجه بتاعتي او الصينيه، وهبدا بقى اعمل الخطوات دي على طول في كل الورق اللي معايا زي ما انت شايفه كده. هبدا احط التفاح بتاعي في الشرايح اللي انا عاملاها. تقدري كمان لو انت هيقعد معاكي وقت شويه تقدري تحطي عليه كمان عصره نص ليمونه. هبدا كده احط في الصاجه بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهبدا بقى اجيب باقي الخليط بتاعي وادهنه كده على الوش. مش قادره اقول لكم، دي بتبقى وصفه تحفه قوي وسهله وسريعه، بتخلص على طول والاولاد هيحبوها جدا. جربي الوصفه هتعجبك قوي. زي ما انتم شايفين جبت الخليط بتاعي دهنته كده على الوش، وبعد كده هجيب سكينه مشرشره او اي حاجه، وهبدا كده اعمل شرايح على الوش كده زي الابل باي بتاعت المحلات والمطاعم اللي احنا بنشوفها. وهبدا كده اعمل الشرايح على الوش زي ما انتم شايفين. هجيب بقى كمان رشه من السكر لان دي بتدي لون وقرمشه بتبقى رهيبه وجباره فعلا. بعد كده هدخلها على فرن متسخن على درجه حراره 200. هتقعد معايا من 10 ل 13 دقيقه على حسب الفرن بتاعك. وده كان شكلها. الوصفه خطيره بجد، جربوا الوصفه وهستنى رايكم.